عليكم انيقاتي، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم ما شاء الله وصفتنا غادي تكون طحال معمر بواحد الطريقه اللي مبسطه وسهله. كنتمنى كاملين تابعوني في القناه ديالي. الا كنت اول مره كتشاهدوا القناه اشتركوا في القناه وما تنسونيش بواحد التعليق اللي زوين بحالكم، وما تنساوش جيم من الوصفه. كنتمنى تابعوني حتى الاخير ديال هذا الفيديو باش نوريكم كاع الطريقه بالتفصيل الممل. اول حاجه هنايا غادي نحتاجوا الطحال. هنايا عندي البقري وعندي الغلمي. هادشي الصراحه اللي لقيت عند الجزار. هنايا ملي كنبغيو شي حاجه خصنا نوصيو عليها بواحد المده اللي كتكون شويه كبيره. غادي نحتاجو كاس ديال زيت الزيتون، غادي نحتاجو هنايا التوابل، غنحتاجو القزبور، غادي نحتاجو البابريكا ولا التحميره، غنحتاجو الكمون، غنحتاجو واحد شويه ديال البزار، واحد شويه ديال الخرقوم. وهنايا غادي نحتاجو جوج ضريسات ديال الثومه اللي غادي نكونوا منقينهم من قبل. انا الثومه هنايا كنديرها غير كتنسم ليا. غادي نحتاجو شويه ديال القزبور ومعدنوس. انا هنايا مخلطه القزبور ومعدنوس اللي غادي نكون طحناهم شويه يكونوا رقاق. غادي نحتاجو شويه ديال الزيت النباتي ولا زيت المائده. وهنايا غادي نحتاجو واحد الكميه قليله ديال الكفته غير كنسمو بها. تقريبا غادي نحتاجو واحد 200 غرام. وغادي نحتاجو واحد شويه ديال الشحمه اللي غادي تكون مقطعه رقيق. الا كانت عندكم الشحمه ديال الكلوه غادي يكون من الاحسن. وهنايا بالنسبه للبصله غادي نحتاجو واحد 3 الحبات ديال البصله اللي غادي يكونوا مقطعين رقاق على حساب الحجم ديال الطحال ديالكم. اول حاجه غادي ناخذ واحد المقله، غادي نزيدو فيها واحد شويه ديال زيت الزيتون، واحد شويه ديال الزيت النباتي. غنزيدو على هذيك البصله ديالنا، وغادي نحتاج واحد شويه ديال الملحه. هنايا درت جوج ضريسات ديال الثومه مع البصله ديالنا. غادي نبقاو كنقليو ديك البصله حتى غادي تقلى لينا مزيان وغادي تذهب اللون ديالها. وبالنسبه لدوك التوابل اللي عندي في الاول غادي ناخذوا النص ديال الكميه ديالهم، غادي نديروها مع البصله، غنقليوها مزيان. وهنا غادي ندوزو لواحد المقله واحده اخرى، غنزيدو فيها شويه ديال الزيت النباتي وشويه ديال زيت الزيتون، وغادي نديرو الكفته ديالنا. غادي نقليوها وغنزيدو عليها واحد شويه ديال التوابل اللي بقاو لينا. وهنايا بالنسبه للمكونات ديالي من بعد ما قليت ديك البصله وديك الكفته، كيف ما قلت لكم دوك التوابل اللي عندي من قبل قسمتهم على جوج، درت النص في البصله والنص مع الكفته. غنزيدو الكفته على البصله ديالنا وغادي نخلطوهم مزيان حتى غادي يندمجوا مع بعضياتهم. هنايا غنزيدو واحد شويه ديال الزعفران شعره. هاد الزعفران شعره كيعطيكم واحد النكهه لذيذه. الا ما كانش عندكم تقدروا ديروا ضمه البنه ديال الزعفران. هنايا غنزيدو شويه ديال القزبر والمعدنوس، غنزيدو دوك الطريفات ديال الشحمه اللي عندنا من قبل. كيف ما كيبان لكم الشحمه راه كانت عندي غير شحمه عاديه، ولكن كيف ما قلت لكم الا كانت ديال الكلوه غادي تكون من الاحسن. هنايا غادي نخلط المكونات ديالي مزيان حتى غادي يندمجوا مزيان مع بعضياتهم. غناخذوا داك الطحال ديالنا. هنايا راه حاولت نحل داك الطحال من الوسط، ولكن نتوما الا ما كنتوش عارفين تقدروا تقولوا للجزار ديالكم يحلوا واحد شويه. وهنايا غادي نبقى كناخذ ديك البصله والكفته، غادي نبقى كنعمر بها الطحال ديالي حتى غادي نساليو كاع داك الحشوه كامله. انا هنايا كان عندي طحال ديال البقري وواحد ديال الغنمي. كلنا في المغرب كنعرفوا الفوائد ديال الطحال، لانه كيزيد في الكميه ديال الدم ولا كيزيد شويه ديال الحديد في الذات. وهنايا غادي ناخذوا داك الطحال ديالنا من بعد ما عمرناه. ما تحاولوش تعمروه مزيان هكذا باش ما غاديش يطرطق ليكم. غادي نحاولوا نخيطوا داك الجانب ديال الطحال. من بعد ما خيطناه على هذا الشكل غادي نزيدوا واحد الكويس ديال الماء على الطحان ديالنا، واحد الكاس صغيور. وغادي الا كان الفران ديالكم شويه يعني درجه الحراره ديالو كبيره، غادي نحاولوا نثقبوه واحد شويه.
ومن بعد ما تقبنا الطحان ديالنا هكذا باش غادي يتنفس كيف ما قلت لكم، ما غاديش يطرطق. غادي ناخذوا الورق ديال الفرن وورق الالومنيوم، غادي نغلفوا به مزيان الطاوه اللي غادي تدخل الفران. غندخلوا الطاوه ديالنا للفران حتى غادي يطيب، وهذا هو الشكل ديالو من بعد ما طاب لينا، وهذا هو الشكل ديالو تحمر. كيجي واحد الطحال اللي لذيذ والمذاق ديالو زوين، وكيف ما كيبان لكم المريقه ديالو كتجي معلكه. كنتمنى الفكره ديال اليوم تكون راقتكم وعجبتكم، والا كنتو اول مره كتشاهدوا القناه اشتركوا في القناه ديالي وفعلوا زر الجرس. وصلت معكم لنهايه الفيديو، كنتمنى نلقاكم بخير وعلى خير في فيديوهات مقبله، وبسلام في وصفه اخرى ان شاء الله.